احترت يا أم أكتب عنك، أنا ألمي ضعيف قدام منك. لو عشت سنين أوصف فيكي ما اقدرش يا غالية أنا أوفيكي. لو تاخدي يا أمي من عمري ففداك عمر على عمري، وأنا لو هوهبلك سنين عمري فأنا عمري كله ما يكفيكي. أنا عمري كله ما يكفيكي. ما أنا لما جيت الحياة يا أمي أنا كنت الفرحة اللي في عينيكي. شلتيني سنين ياما، شلتيني سنين ياما كتير، وياما اتدلعت عليكي، وياما اتدلعت عليكي. وفي تعب يا أم أنا كنت ألمح الدمع الساكن في عينيكي. شلتيني يا أم كتير ياما بإيديكي، شلتيني كتير ياما بإيديكي. وقلتي لو تاخد من عمري يا رب اديله، ده ابني اللي طلعت بيه من الدنيا، وماليش في الدنيا يا رب كمان غيره. ودموعك ساكنة كمان على الخد، وعطائك يا أم ملوش حد. طب قولي ازاي بس يا غالية، طب قولي ازاي بس يا غالية، بعد ده كله أنا أوفيكي، بعد ده كله أنا أوفيكي. ما تقولي بجد، ما تقولي بجد. ده أنا لما أعود يا أم اشتد، ده أنا لما أعود اشتد. ساعتها كان أنا ظهرك وتجاعيدك زادت في ملامحك وفي كف اليد. وفي مرضك دورت على علاجك، وده مرضك كان أصعب من الدنيا وأشد. وكم حكيم يا أمي قالولي أمك دي عنوان للصبر، وكم حكيم يا أمي قالولي أمك عنوان للصبر. ده مرضها غريب ما هوش عادي. طب جايبة منين هي الصبر، طب جايبة منين هي الصبر؟ لو جبل في مرضها كانت هد. وخدتني يا أمي ذكرياتك، وخدتني يا أمي ذكرياتك. ولما سألت على علاجك صدموني يا أم أنا بالرد، صدموني يا أمي بالرد. وكأن علاجك كان صبرك. طب قولي منين راح ألاقي الصبر، طب قولي منين راح ألاقي الصبر؟ أنا نفسي بس يا أم أعرف إزاي ده في مرضك بتداري، وإزاي البسمة اللي في وشك بتخبي فيها إزاي وجعك، وبتجيبي منين بس الصبر؟ أنا عمري يا أم أنا ما استحمل، أنا عمري يا أم أنا ما استحمل إني يا أم تفرقيني، إنك يا أم تفرقيني تاخدي معاكي سنين عمري. وإزاي أنا هقدر أستحمل بإيدي كمان هتخشي القبر؟ وإزاي أنا هقدر أستحمل بإيدي تخشي يا أم القبر؟ طب قولي منين بس يا صبرة، طب قولي منين بس يا صبرة راح ألاقي الصبر؟ وإزاي فراقك، وإزاي في فراقك أتحمل، وإزاي في فراقك هتحمل؟ وإزاي يا حبيبتي أنا من بعدك هقدر من تاني أنا أكمل؟ وإزاي يا حبيبتي أنا من بعدك هقدر من تاني أنا أكمل، هقدر من تاني أنا أكمل؟